تسديل الستار على دور المجموعات من كأس العالم، والذي شهد الكثير من المفاجآت، بداية بخسارة الأرجنتين أمام السعودية، وفوز اليابان على ألمانيا وإسبانيا، وفوز المغرب على بلجيكا المصنفة الثانية على العالم، إضافة إلى فوز منتخب تونس على حامل اللقب منتخب فرنسا، وفوز الكاميرون على المصنف رقم 1 على العالم منتخب البرازيل، إضافة إلى خروج منتخبات مرشحة للفوز باللقب من الدور الأول أمثال منتخب ألمانيا وبلجيكا والدنمارك، كما استطاعت منتخبات أخرى لم تكن مرشح لتجاوز دور المجموعات من تجاوزه أمثال أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، ولم تستطع 3 منتخبات عربية من تجاوز هذا الدور وغادرت منه، في حين استطاع منتخب عربي وحيد العبور لدور الثمن النهائي بجدارة، وهو منتخب المغرب الذي يحمل على عاتقه آمال وأحلام كل العرب. وجاء تأهل منتخب المغرب للدور الثاني من كأس العالم بعد تصدره لمجموعته برصيد 7 نقاط حصدها من الفوز على بلجيكا ب2-0، وفوز على كندا ب2-1، وتعادل في المباراة الأولى أمام كرواتيا سلبيا. وإليكم مباريات دور ال16 إضافة إلى خريطة الوصول إلى النهائي. يوم السبت 3 دجنبر 2022 تجرى مباراتين، الأولى بين هولندا والولايات المتحدة الأمريكية، وتنطلق على الساعة 3 بتوقيت غرينتش، 4 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 6 بتوقيت مكة المكرمة، والثانية بين الأرجنتين وأستراليا على الساعة 7 بتوقيت غرينتش، 8 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 10 بتوقيت مكة المكرمة. يوم الأحد 4 دجنبر 2022 تجرى مباراتين، الأولى بين فرنسا وبولندا، وتنطلق على الساعة 3 بتوقيت غرينتش، 4 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 6 بتوقيت مكة المكرمة. أما المباراة الثانية في اليوم فتجرى بين إنجلترا والسنغال، وتنطلق على الساعة 7 بتوقيت غرينتش، 8 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 10 بتوقيت مكة المكرمة. يوم الاثنين 5 دجنبر تجرى مباراتين، الأولى تجمع بين اليابان وكرواتيا، وتنطلق على الساعة 3 بتوقيت غرينتش، 4 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 6 بتوقيت مكة المكرمة. أما المباراة الثانية في اليوم فستجمع بين منتخب البرازيل وكوريا الجنوبية، وتنطلق على الساعة 7 بتوقيت غرينتش، 8 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 10 بتوقيت مكة المكرمة. يوم الثلاثاء 6 دجنبر سيعرف إجراء مباراتين، الأولى تجمع بين ممثل العرب منتخب المغرب ضد منتخب إسبانيا، وتنطلق على الساعة 3 بتوقيت غرينتش، 4 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 6 بتوقيت مكة المكرمة. وتختتم مباريات دور ثمن النهائي في هذا اليوم بمباراة تجمع بين البرتغال وسويسرا، وتنطلق على الساعة 7 بتوقيت غرينتش، 8 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 10 بتوقيت مكة المكرمة. لا تنسى إخبارنا برأيك في التعليقات. هل سيستطيع منتخب المغرب تجاوز منتخب إسبانيا والعبور لدور ربع النهائي